ست حلويات، ازيك؟ تعشى بشاي. بصي بقى، جايبالك الكيكه اللي ما بتبصي ما بتهبطش. إيه، بص تعمليها بقى سحور في عزومه، كحلويات تاكلها لعيالك بلا شيبسي بقى والكلام الفاضي ده. تحفه تحفه تحفه، لذيذه كده وجوسي كده وطعمها تحفه. المكونات دي انا عاملاها لحجم صينيه، انت هتشوفيه في اخر الفيديو. انت ممكن تقللي او تزودي زي ما انت عاوزه. آم، بصي بقى، ما تقوليش اصل الكيكه من غير بيض ولبن والكلام ده، ما احنا مش نصرف شيبسيات وحاجات ونيجي الكيكه اللي هنعملها للاطفال نشيل منها البيض واللبن. انا خدت الثلاث معالق سمنه او زبده اللي موجود عندك، حطيتهم في اللبن. انت هتسيبي اللبن ده يغلي لحد ما تخلصي الكيكه، هو احنا هنحطه اخر حاجه. هتسيبيه على النار لحد بصي ما يجيب اخره كده ويشرب من السمنه او الزبده ويبقى ريحته حلوه. المكونات دلوقتي اللي هي بقية المكونات السائلة هنحطها: البيض والسكر والزيت ربنا يهدينا، انا كنت ببهدل الدنيا هنا. هتحطي الحاجات دي والفانيليا طبعا ما تنساهاش، وتفضلي تضربي فيهم كده. هي نفس الكيكه العاديه اهو، الحاجات اللي انت بتعمليها، وهترجعي بعد كده حطي الدقيق والبيكنج باودر. اهم حاجه دي يكون منخول. بس هتلاحظي الفرق ان هي لا قوامها قوام الكيكه العاديه، ولا اللبن اتحط مع المكونات السائله، ولا حطيت لبن بارد. اللبن سخن هيتحط في الاخر، قوامها بيبقى في الاول تقيل، وبعد كده لما بتحط اللبن بيبقى خفيف جدا. يعني ده الفرق بينها وما بين الكيكه العاديه، وده الفرق في الطعم وفي النجاح وفي السهوله. بصي في كل حاجه انت هتحسي ان انت نقلتي الكيكه لمكان تاني خالص. اهو بصي، بعد ما حطيت الدقيق المكونات شوفي تقيله جدا جدا، يعني انا بحرك المضرب بالعافيه اصلا مش راضي ينزل تحت. وفي اللحظه دي ما بتحط الدقيق ما بتضربيش بالمضرب الكهرباء خالص، انا فكيت المضرب وخليته يدوي. بس هتحطي هنا بقى اللبن. انتي اصلا بتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما تبدأي في كل الشغل ده. بعد كده اما تخلصيها بصي القوام هيبقى خفيف ازاي، ما تروحيش تحطي دقيق بقى او اي حاجه، هي تمام قوي كده، خفيفه عن الكيكه العاديه. واللبن السخن لا هيسوي البيض ولا يعمل اي حاجه، وبالعكس ما بيبقاش لا فيها ريحه بيض ولا. بصي ناجحه مليون في المية. انت هتحطها على درجة حرارة 180 في فرن سخن زي ما قلنا. هنا الصينية تدهنيها زيت حتى لو تبال، وحطيت دقيق هنا عشان هي مش تبال، وتنفضي جامد عشان ما يعلمش فيها. بس 50 دقيقة وتطلعيها. بصي ممتازة والله، لو مرة باظت منك يبقى بحق يعني. وتحطيها بقى تقدمها للأطفال سحور في أي وقت. بصي أنا بعشقها الكيكة دي، ولازم تكون موجودة عندنا طول الأسبوع كده. باي.